هذا رجل متزوج وظروفه مصلحة، دفع 70,000 في الزواج وراتبه 6000 ويقسط 3500، ما يبقى له الا 1500. فيقول يا ابو عبد العزيز صرت اشتغل كداد، اشيل عفش عند شو اسمه محلات مفروشات وثلاجات، معي ونيت. فعشان ما اخلي زوجتي لحالها، يوم اوديها عند امي ويوم اوديها عند امها، يجيني 150 ريال 100 ريال. فانا قبل ما اوديها لامي ولا قبل ما اوديها لامها معود اعطيها 50 ريال، اساسا بقوا شيء من الدكان ولا هذا، هم في قريه يعني جنب، انا اروح للديره اللي فيها الشيء هذا. يقول كل مره 50. يوم جاء ذاك اليوم والله ما في مخباي الا 25 ريال والبنزين فاضي. يوم مريت المحطه عبيته ب5 ريال واعطيتها 20، شغلت السياره ومشيت. يوم نظرت ال20 قالت هذه مده. يقول لي قلت يا بنت الحلال لو عندي اكثر اعطيته، بس والله ما في مخباي تراني عبيته ب5 عشان اعطيك ال20. يقول حنا ماشيين اسرعه السياره وتطلع ال20 وتقطها. انا كفو هالمده. يقول هي ثبتها. يقول انا ناظر مرايه ولا والله العظيم احترق. يقول انا كنت بوديها لامي، رحت وديتها بيت ابوها. يقول قبل صلاه العصر وانزل واصلي مع ابوها المسجد عسى ما عشر. قلت والله ما عاد ما لي لزوم في بنتكم. وش صاير؟ قال هذا ما صار هذا ما صار. قال يا كذا. قال خير ان شاء الله. يقول وانا اخذ. يقول والله لخليها تدفع. يقول لابو والله لخليها تدفع هال20 20,000. يقول لابو بس اصبر علي، هذه ما عرفت النعمه. يقول احنا في قريه وعارفين ظروفنا وكل واحد عارف، وهي قريبة لي وانا بيها، بس شوف رده الفعل. هذا اللي انا اقصده. ما انت محتاجه تقطين 20 ريال مع حد ريشه وتذلي زوجتك. هذا قدر عيشته وهذا فلوسه وهذا يسرق. يقول يوم رحت السوق قعدت في ظهر الونيه اشتري احد، يقول ضايقه فيني الدنيا. يوم الاول يوم الثاني يقول واقعد 40 يوم. يقول يوم اخذته يتصل علي وقال تعال. يوم جيت قالوا هي تجي تحب راسي وخشمي ويدي. شوف شلون حالته. و20,000 ريال يعطيني اهل ابوه. قال انا ما ابي فلوس. قال والله مين مني يا ولدي، انها منها من ذهبها، والله انت تدفعها من ذهبها وتستاهل يا ولدي، انت قاعد تكد عليها وذهبها. يقول من شرته وهي عنده. قال والله اني قال والله ما ترجعين الا ب20,000 ريال. الرجال جزاء هال20 النعمه اللي انت قطيتيها ما ادري ايش. وهي الحقيقه راحت وبعد ذهبها ودفعت ال20,000 ريال فاعطاها هي.